في صورة لك قديمة تذكر من اللي قال لنا عنها؟ يعني بالأبيض والأسود لك في جبل قارة. هو من زمان هذه موجودة عندك؟ اللي قال لنا بهذه الفترة دي الكشافة كانت موجودة. علي الطبيلي الدكتور اللي هو الأستاذ علي الطبيلي. علي الطبيلي اللي من الأحسن. إيه بس يعني ما أتذكر بس في يعني كشافة كانت. لأن احنا حسبنا 5 مراحل. كنت أنا أخذ الطلاب وأوديهم المزارع. تتذكروا يرسموا الاشجار النخيل ما شاء الله فيستانسوا الطلاب طالعين من المدرسه الى برا يعني حاجه وهذه حاجه جديده مو مثل الاستاذ العربي الصف يوم ماطر وانت قاعد في الفصل. كان في شعار عند الكشافه نظف حقلك يا فلاح. واحد يدق الطبله وتطلع الفرقه الكشفيه تجوب العواميه. فكانوا وشوا في مثلا اغراش تتكسر قزازات. فاعلنوا ما تنفذت هذه بس اعلنوا للناس اللي يجمع قزازات اكبر عدد من القزازات يحصل هالقد مبلغ يعني ربع ريال. نعم 4 قروش حاجه زي كذا. فيطلعوا الاطفال الحافي حافي واللابس لابس ويجمعوا القزازات اللي بالطريق. ولا احد حصل فلس ولا هلله. المهم تبين من متابعتنا للفرقه الكشفيه ان كانت عده مرات يطلعوا تحت عنوان نظف حقلك يا فلاح. شعار يطلع. فالناس اللي تحرق مثلا تسوي طباين تحرق الخمام بالنخيل الوقت اللي كان مسموح ليمون اسود وتلاقي النخل نظيف يعني مجموع الخمام مسوى طبينه ويستخدموا في النهايه هذا سماد لانه يشبوا في وسط الضاحيه. لما يجي هالماي بعدين تصير سماد طبيعي ما في بلاستيك ولا في مثلا مخلفات ثانيه. صحيح. فيؤدي الى ان التربه تصير خصبه. فذكروا مجموعه من الكشافين القدامى يقول انا اللي كنت ادق الطبله، انا اللي كنت اقول الشعار، انا اللي كانت مكتوب عندي كذا. الاستاذ اللي خط لنا اللوحه مثلا كثير من الاشخاص ذكروا ان الخطاط فلان مكي درويش او رحمه الله عليه استاذ. لكن حشفه مع تمره. فنحن نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة الشيخ صالح الإبراهيم أبو مهدي مدير مركز البيت السعيد بصفوة، كل الشكر وكل التقدير لهذه الزيارة الميمونة وهذه الطيبة. نتمنى لك كل التوفيق. جزاكم الله خير. احنا نقدم لك الشكر والتقدير والامتنان وتم يعني نيابة أصالة عن نفسي ونيابة عن الموجودين تم اختيار هذه اللوحة إلى هي عبارة عن الأعمال اليومية اللي نقوم بها في المزارع وأيضا فيها مشغولات خصوصية. نتمنى لك إن شاء الله تحوز على إعجابه. جزاكم الله. وإن شاء الله أكيد جميلة. الله يسلمكم جميل. الله يسلمك إن شاء الله. كذلك احنا على السريع بعد شيخنا نقدم لك بخالص الشكر والتقدير ولك أيضا هذا شكر وتقدير لهذه الزيارة القيمة والميمونة. كل الشكر والتقدير. الله يسلمك. كذلك لك هنا علب تمر من إنتاج المزرعة جردان إنتاج محلي إن شاء الله على الفطور إن شاء الله في شهر رمضان فز على إعجابك. بارك الله. جزاك الله. كل الشكر والتقدير والتحية والامتنان إلى الدكتور حسن أبو حسن، دكتور ربيع أبو حسن، والأستاذ حسن أحمد السنان أبو حسام،
والى الاستاذ جعفر ولكل الموجودين الف تحيه وتقدير. شكرا لك. محاضرة قيمة جدا شيخ. حياكم الله جزاك كثير. استغفر الله بالعكس هذه ليلة الأربعاء ما بقى لي شيء. الله يحفظكم. الله يسلمك. حياكم الله. الله يحفظكم. يلا حياكم الله.